السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. في الفيديو ده هنكون نظري شوية، هنتكلم دقيقتين أو أكتر بسنة بسيطة، مش هيكون في داشبورد، ولكن في حاجة لأن أنا شُفت أكتر من حد سألني عليها، وشايف إن هي هتفيد الجميع يعني بإذن الله. أول حاجة إحنا كنا اتكلمنا عن إن الCTR هو إحنا مهم نحسّنه، وهنكون بإذن الله عقبال ما أنت بتشوف الفيديو ده هنكون قُلنا إن إحنا إزاي بنحسّنه، ولكن في metrics تانية لازمًا نهتم بيها زي ما إحنا عارفين زي الCPM والcost per lead وغيره وكل الكلام ده. طيب حلو جدًا، في نقطة لازمًا تاخد بالك منها وهو إن الCTR أو الCPM أو الcost per lead يمكن إحنا واخدين بالنا من الcost per lead بالتحديد في الحتة دي، إن من industry للتانية الcost بتاعتها بتختلف. طيب الكلام ده معناه إيه يا يوسف؟ معناه إن أنا الcost per lead بتاعي مثلًا في العقارات جِبته بX، مش شرط إن أنا عشان أروح أجيبه في التشطيبات أو حتى فرع تاني من فروع العقارات إن أنا أجيبه بنفس التمن. ده مش بس كده، ده أنت لو غيّرت الحساب الإعلاني زي ما إحنا قُلنا وزي ما أنت المفروض تكون شُفت في الفيديو بتاع الCTR الأولاني، أنت لو غيّرت الحساب الإعلاني بس، ده كفيل يغيّر لك أرقامك مش الCTR، ده يغيّر لك أرقامك كلّها. ده مش بس كده، ده ممكن يغيّر لك الconversion rate كمان. طيب هل ده معناه إن أنا كل ما أمسك account المفروض أو كل ما أمسك عميل بالتحديد المفروض أجيب له 10 حسابات إعلانية وأفضل أجرّب أشوف منهم إيه الأفضل؟ طبعًا يا صديقي ده شيء مش منطقي وممكن تكون في واحدة الناس بتعمله، بس عند أغلبنا مش هيكون متوفّر، سواء كوقت، سواء كإمكانيات، وكمان سواء كتكلفة. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن أنت بتكون عارف إن متوسط الأرقام بتاعة الindustry دي عاملة كام. مثلًا الصناعة دي الفلانية اللي هي وليكن X، أنا عارف أو أنا سألت الناس اللي في المجال قالوا لي إن الCPM بتاعك متوسطه مثلًا 100 ريال، فأنا كده عرفت المتوسط. مش أنا في كل الأحوال مش بابحث عن الperfect بتاعك عشان توصل له حاجة كويسة ولكن هتاخد منك وقت كبير جدًا، ممكن في الطريق للperfect ده تكون أنت خسرت حاجات كتير من الأساس. فأنت خلّي بالك من النقطة دي، أنت مش محتاج توصل للperfect، أنت محتاج تتأكد إن العميل كسبان ومرضي من النتايج، وأي حاجة تانية دي إضافة، سواء أنت وصلت لها أو ما وصلتلهاش، دول أهم حاجتين بس، العميل كسبان ومرضي. في نقطة ممكن ننتقل ليها، هو يوسف العميل ممكن يكون كسبان ومش مرضي؟ ممكن يكون كسبان ومش مرضي. طيب هي دي بتحصل إمتى؟ هي دي بتحصل لمّا أنا أكون مغطي الbreak even بتاعي. أو بمعنى أدق بتاع العميل، يعني أنا عارف إن الbreak even بتاع العميل وليكن 300 جنيه، أنا جايب له هامش ربح بالنسبة له هو صغير، فساعتها في الأغلب هو مش هيكون مرضي، لإن هو بيبقى حاسس إن هو على خط، ممكن يقع الناحية التانية في ثانية يكون خسران. فأنت دايمًا خلّيك متأكد من نقطة إن العميل كسبان ومرضي، وبعدين ابحث عن الperfect أو المثالية زي ما أنت عايز، تقعد فيها يوم، تقعد فيها سنة، مش مهم، المهم إن العميل كسبان ويكون مرضي. في حاجة تانية من الحاجات المهمة جدًا واللي إحنا ذكرناها قبل كده، إن أنت عينك تكون خارج الdashboard. أنا عارف إن الكلام بيتكرر، بس معلش أنا ذات نفسي بانسى وكلنا بننسى. خلّي دايمًا عينك خارج الdashboard زي دي ما هي على الdashboard على طول. أنا بابقى باصص طول اليوم جوّه الdashboard، بس لازمًا أكون باتابع مع العميل أو باكون باتابع مع الoperation أو باكون باتابع مع أي حد عينه مش شايفة الdashboard من الأساس وبيقول لي أرض الواقع فيها إيه. حقيقي دي نقطة من النقط المهمة جدًا، 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 وأنا باشوف إن هي أهم من الdashboard ذات نفسها، لإن في الآخر زي ما إحنا قُلنا برضه إن العميل مهم بالنسبة له أو إيه الملموس برّه. الdigital بتاعنا حلو جدًا إن إحنا بنحسّنه وبنتابع فيه وبنطوّر فيه، كل الحاجات دي جميلة، بس في الآخر لازمًا العميل يكون شايف الكلام ده ملموس. لازمًا يكون الكلام ده كله عايد على العميل بمكسب. فأنت يا صديقي خلّيك فاكر الكام نقطة دول، وإن شاء الله وإحنا ماشيين كده فيديو ورا التاني، كل ما هييجي لي سؤال أو حاجة أنا شايف إن هو ممكن حد تاني يستفاد بيه، بإذن الله هاكون عامل له فيديو زي ما إحنا قُلنا مدته دقيقتين أو أكتر بحاجة بسيطة، تكون معلومة كده مش هتكون في دقيقة، ممكن تكون في دقيقتين، ولكن ممكن لعل وعسى حد يستفاد منه. ما تنساش تتفرج على الحلقات اللي فاتت وهاستناك الحلقة الجاية. سلام.